مساء الخير يا حبايبي. ومعانا أكلة حلوة صحية جدا وجميلة. الكل اللي بيكون عنده صدور فراخ ومش عارف يعمل ايه، او بانيه، او صدور الفراخ. فشوف احنا عملنا ايه. مرضتش اطول عليكم، صورت بعد ما قشرت الخضار طبعا وغسلته وقطعته. اهو قطعنا فيه شرايح البصل، وقطعنا الطماطم كده والجزر والكوسه والبطاطس اهو، وتبلناهم ملح وفلفل، وكمان حته توابل من اللي بتاعه الشيش طاووق الكنور. وادي صدور الفراخ قطعتها كده زي الشيش طاووق اهي، اهي اهي حتت زي شيش طاووق اهي، اهي تخينه بس مش رفيعه. وتبلناها ملح وفلفل، حته قرفه وجنزبيل، وبشرنا الجزر وبشرنا الفلفل وبشرنا البصل، طماطمايه واحده صغيره وكله، وتبلناها بالكنور اللي هو بتاع الشيش طاووق اهو، جميله جدا اهي. وكله عملناه كده وتبلناها حلو قوي. وكمان هنحط كمان كوبايه زبادي دلوقتي في التتبيله دي، وهنحطهم كلهم في الفرن هنشوف نعمل ايه اهو يا حبايبي. وهنحط كوبايه زبادي على الخلطه على الشيش طاووق، وكمان منها كمان هنقلب في الخضار اهو يا حبايبي. حطينا الزبادي قرفه وجنزبيل وهنقلبه اهو، جميل جدا. طبعا بشرين فلفل خضراء، وحطينا في الخضار اهو الزبادي برضو وقرفه وجنزبيل، وهنقلبهم كده. اكل صحي وحلو جدا وبعيد عن الدهون، وبعيد عن اي حاجة مقليات ومحمرات. برضو هنبشر الفلفلة دي الشيش طاووق حلو جدا، وهنحطه في الفرن هيستوي. وهنغطي البايركس بتاعنا بغطا. ما تحطيش ورق ألمونيا، لو هتحط ورق ألمونيا حطي ورق زبدة الاول بليها وحطي ورق الزبدة. هنقلبهم كويس وهنحط حاجتنا في الفرن. يلا بوريكم على السريع عشان ما اطولش عليكم. الاكل الحلو الصحي ينفع للدايت، مريض السكر، الانسان العادي. ده الاكل الصحي الحلو بعيد عن السمنه والزبده والمقليات، بيطلع طعمه تحفه. وجنبيه رز ابيض، رز بشعريه. يلا اهو يا حبايبي، ولا اروع. بس احنا ايه، عشان البايركس صغير كومناهم لفوق وهنغطيهم وربنا يستر هيطلعوا زي الفل اهو. الاكل جميل وصحي. احنا ما ضربناش القوطه، لا حطيناها مقطعه كده صغيره قطع اهو. وادي الشيش طاووق قطع صدور الفراخ حطينا كله جميل جميل جدا. يلا وحطينا الصوص بتاعهم اهو، ميه الزبادي والصوص وكل حاجه، بس بحيث ما تخلوش يتملي كتير عشان ما يفتش من الصوص. بس يلا هنسويه ونشوف لما يستوي، هنعمل جنبه رز وبالحنا والشفا. هنشوف لما يستوي. يلا سلام.